السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح كنت حطيت منشور على العائلة تاع الأيتام اللي نطولهم على اللوجمون اللي كارينها، وركزوا لي على اللوجمون اللي كارينها مش تاعهم، غا كارينها المخاليق وسارقوا لها من القش تاعهم. العائلة تاع الأيتام هذه متكونة من زوج، طفيلة عندها 8 سنين والطفيل عنده 5 سنين وأمهم وجدهم عايشين. هذه استغلوا الضعف نتاعهم وكي يعرفوهم مش بايتين في دارهم دخلوا لهم على الدار. الباب هذا هو، المهم دخلوا لهم على الدار تاعهم على اللوجمو. اول حاجه تواجهك هي اللي دخلت تسرق، قال حاله تاع لي زيليمون على ما راه محطوط برك، وتسرق ويطوع قلبك باش تسرق عائله تاع ايتام. اول حاجه نتكلموا عليها نحو الانستالاسيو تاع الماء، وخلاو لهم الماء عايم في الدار. هذه انستالاسيو تاع الماء، ايوا كسروا لهم حتى الفايونس، ونحو لهم انستالاسيو تاع الجعب. داو لهم الفريجيدير، هاي عندك الثلاجه، وفتحوا لهم على كيكوطه داوها لهم. صح، نزيدوا عاقبين. هذا الفورنو ثاني داوه. وهذه انستالاسيو تاع الغاز ناحينا. نرجعوا للكوزينة، كوزينيير الكوشة بالطابونة نتاعها بالريشو. هذه حالة الكوزينة، يعود الإنسان زوالي وكراي. هاكم تشوفوا غا في الحالة تاع الدار برك. هذه ناس ينط عليها الواحد ويسرقها. هذا الجعب تاع الغاز. وهذه الحالة تاع الشومبر، هاي عندك الحالة تبين. نعقبوا الآلة تاع الغسيل، ماشينا لافي والله لسه ما زهاوش بها، بعداش واقيلا 15 يوم اللي شراوها. بالجريكة تاع الماء، جريكة تاع الماء تسرق. المهم هذه الحالة اللي قعدت عليها اللوجمون. كاين واحد داير فيهم خير كاري لهم الواجمة، وديجا راهم خارجين منها، اصلا كانوا خارجين منها. هاذونهم الآلات الكهرومنزلية تاعهم قاع الله ما خلاو لهم حاجة فيه. فريجيدير، كوزينيير، ماشينا لافي، كانون، بودين تاع ماء، طابونات، خلاط. هذه هي. بالنسبة لرجال الأمر خدموا خدمتهم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقهم ويحدون هوية هذا الناس اللي سرقت هذه العائلة تاع الأيتام. وثيقتنا تامة إن شاء الله في العدالة، نتمنى إن شاء الله أقصى العقوبة هذا القاشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي حاب يعاونهم والله حاب يرجع يعمرهم دارهم يتواصل معنا وندلوه للعائلة، وأجر الله على الجميع. وبارك الله فيكم جميعا.